إنها قضية دين، وقضية عقيدة، وقضية إسلام، وقضية نكون أو لا نكون. إن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من المعتقدات الأساسية التي دعا إليها ديننا الحنيف. حكم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب بلا خلاف، يعني أن ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم. كل النصوص تضافرت يعزروه، إلا تنصروه فقد نصروه، فنصرته عليه الصلاة والسلام حيا وميتا في حياته ينصر بكل وسائل الدفاع المشروع، بما فيها أن يذب عن عرضه وعن نفسه، وربما يقتل من يسبه عليه الصلاة. هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما يتكلم عليها هؤلاء الشرذمة إنما تزكو سيرته صلى الله عليه وسلم. فالذي يتخاذل عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام إنما يتخاذل عن نصرة الإسلام، إنما لا يريد أن يتشرف بحمل راية الإسلام. حمل راية الإسلام ليس بالضرورة أن تكون خطيبا، ولكن هناك بعض الأمور وبعض الخطوات التي إذا عملتها تكون قد حملت مشعل الإسلام ودافعت عن الإسلام وعن نبي الإسلام. الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان بألسنتهم أو بمالهم أو بأجسادهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني نحن الآن ما هو الشيء الذي يتاح لنا؟ أولا متاح لنا حقيقة أن نبين للجاهلين والذين لا يعرفون حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبين لهم دعوة هذا النبي العظيم وصفاته وما جاء به. أيضا المقاطعة الجماعية الرسمية كحكومات. تصور لو أن فرنسا تدرك بأنه والله 10 دول فقط بشكل رسمي تقاطعهم اقتصاديا في كل المجالات، سيأتي صاغرا ويعتزل للمسلمين ويجرم بعد ذلك من يحدث هذا الوضع. لشعبنا الإريتري الأبي في كل مكان، إن أردت أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تغيظ هؤلاء المجرمين الذين تطاولوا على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فعليك إضافة إلى الأشياء التي ذكرها الدكتور، عليك بشدة التمسك بالسنة النبوية.